بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا لاباس ومتهنيين يا رب. واليوم غادي نشارك معكم الوصفة تاع البقلاوة اللي نخدم بها الطلبيات تاوعي، وغادي ندير لكم إن شاء الله سلسلة تاع حلويات تقليدية من اليوم فصاعدا. غادي ندير لكم حلويات تقليدية فيديو مرمور خوه، إن شاء الله تكونوا في المتابعة دائما، وغادي تتبعوا الفيديوهات تاوعي وتدوا بزاف أفكار البنات يكونوا في المتابعة إن شاء الله في الأيام القادمة. هذا الوصفة اللي غادي نديرها لكم اليوم اللي تبعتوها غادي ان شاء الله تنجحوا فيها وتخدموا بها الطلبيات تاعكم باش تخدموا على روحكم. اللي راها تخدم كذلك الطلبيات تاعها ودير بقلاوه بنوع اخر ولا بوصفه اخرى، هذه الوصفه غادي تساعدها بزاف، سهله بزاف البنات وتجي معسله من الداخل، وهذاك التحسال تجي طريه وهذاك الحشو يقعد طري لاطول مده معاكم، ولا كي تديها الزبونه تقعد طريه عندها لاطول مده، ومن الفوق غادي تجينا مقرمشه وتجي فيها التوريق يجيها بزاف. جبتها لكم بطريقه سهله ومبسطه اللي عمرها ولا دارتها تخدمها وعينيها مغمضين. ونروحوا نخدموا الحشو. عندي كيلو 50 غرام تاع كوكاو ابيض، حطيته في الفور دا اصفرار غير خفيف. غادي نعبر منه بهذه الغرفيه 3 كيلات هنايا. غادي تقابلهم كيلو قل ربع سكر حبيبات، وهذاك السكر البنات غادي نخلطه مع هذا الكوكاو. وانا الكوكاو ريحته خشين، درت معاه لافاني نص مغرف كبيره. من بعد غادي نعاود نحطه في الاشوار ونطحنه مليح. راكم تشوفوا كي ولا هنايا راه رقيق كيما داك الطعام الرقيق. هنايا غادي نحط عليه 8 مغارف تاع السمن اللي يكون ذايب، ندير عطر المزهر، ندير عطر اللوز، وغادي نخلط بين يديا. من بعد غادي نرش رشه مليحه تاع مزهر. كيفاش نحبسو هنايا؟ تعرفوا باللي نحبسو غادي نحك بين كف تاع يديا هنايا، نقعد نحك مليح باش التحسال يجينا في البقلاوه. راكم تشوفوا كيما تشدوا هذيك القبضه بكفكم هكا تبان كي الكره، تحبسوا ديروهم فركت كيما الطعام يكون مفركت، ما ديروهش عجينه كيما تاع الكعيكات وكلش. نخلوه على جهه يشرب هذاك المزهر ويشرب هذاك السمن اللي درناه كاع، وغادي نخدموا العجينه. اش عندي كيلو 50 غرام تاع الفرينه، عبرتها 4 كيلات هنايا. غادي ندير معاها رشه تاع الملح، ندير لافاني. من بعد نحط كيلة كيفها اللي عبرت بها الفرينة، غادي نعبر فيها السمن. درت كيلة كاملة. تبغوا تكملوها بالزيت ولا تكملوها بالدهن ولا كيما تبغوا. السمن غادي يعطيها بنة شابة، دائما يكون السمن حاضر. كي نفتل كامل هذيك الكمية تاعي انا هنايا نسيت لافاني حطيتها، نزيد نفتل بالكف تاع يدي وبصباعي نفركت في هذاك الفرينة. في الوسط ندير حفرة. من بعد غادي نحط حبة تاع البيض، وهذاك البيض غادي يعاوننا باش العجينة تاعنا ما تقطعش. نحط حبة تاع البيض. من بعد غادي نجيب عبار كامل غادي نحطه بين ماء ومزهر. وهنايا هذاك الماء راه دافي، ما نديروش من السبالة من البارد يقعدون هذوك الكواري. غادي نديره دافي ونلم العجينة تاعنا. راكم تشوفوا انا درت كيلة كاملة، درت شوية وجربت هذاك الفرينة اللي تشرب ولا لا. من بعد كملت الكيلة تاع الفرينة، ها هي راها خاوية هنايا. ولم العجينة تاعي ونديرها شوية طرية باش ما تغبنيش وما نديرهاش ناشفة. هنايا غادي كي نحطها نديرها في ساشي تريح شويه. من بعد نوليها بعد ساعه ولا ساعتين، نولي لها نلقاها ريحت شويه. وهنايا نحط العجينه تاعي نديرها حربوش، وهذاك الحربوش نقسمه على 2 متساويين كما شفتوا، وكل قسم غادي نقسمه على 6. راني ندير نشكل هذاك القسم نقسمه على 6، والقسم الثاني غادي نقسمه على 6 ونشكل كرات. غادي ندير في بلاستيك 6 كرات هذوك نديرهم ارواحهم كما راكم تشوفوا. نعاود ندير 6 كرات باش نفرق بيناتهم، ندير 6 كرات الثانيين ونديرهم البنات في بلاستيك نفس الشيء كما الاول، نديرهم في بلاستيك. نعاود نديرهم شويه يريحوا في الفريجيدير. غادي كي يريحوا نعاود نجيبهم. انا درتهم ثمثم راني وليت لهم. وغادي ندير الطبقه الاولى ولا العجينه الاولى، العجينه الاولى اللي غادي نديرها الورقه الاولى من الطبقه الاولى. نديروا المايزينا من تحت ومن الفوق البنات. راكم تشوفوا حطيت المايزينا ولا نشاء ذره من الفوق ومن تحت، واني موجده بلاستيك غادي نحط فيه هذيك الورقه تاعي اللي ورقتها. ندير الثانيه ندير لها المايزينا من تحت ومن الفوق نفس الشيء. نعاود ندير الورقه الثالثه هنايا ندير لها المايزينا من الفوق ومن تحت. ندير الورقه الثالثه هي، ونحاول باش نشكل هذاك الشكل تاع مستطيل ولا مربع. ندير المايزينا من الفوق ومن تحت. نعاود ندير الرابعه والخامسه
والثالثه ها هي قدامكم، غادي نديرها المايزينا غير من تحت. من الفوق علاش ما نديرش؟ لاخاطرش هذاك الفوقانيه غادي تلامس الحشو، وكون نديروا المايزينا غادي تفرق عليه وهذيك الورقه طير البنات من الحشو. فهمتوني؟ هذه الورقه الاولى درنا هذوك 6 ورقات رباحهم، وهذه الورقه الاولى تاع الطبقه الثانيه اللي غادي تجينا فوق الحشو. ها هي من تحت ما درناهاش المايزينا خاطش غادي تلامس الحشو مباشره من الفوق، غادي تلامس الحشو، ومن الفوق غادي ندير المايزينا. يعني نشاء ذره نديرها غير من الفوق ما نديرهاش من تحت. والورقه الثانيه نفس الشيء نديرها من الفوق ومن تحت. الورقه الثالثه نديرها من الفوق ومن تحت. الرابعه كذلك ندير من الفوق ومن تحت المايزينا، وكاع نشكلهم بنفس الطول ونفس العرض. الخامسه كذلك نديرها المايزينا من الفوق ومن تحت. بصح السادسه هي اللي غادي تكون وجه البقلاوه ما نديرولهاش المايزينا من الفوق خاطش غادي تكون وجه البقلاوه، ونديرولها المايزينا من تحت ونحطوها فوق الطبقه اللي درناها اللي من تحتها، تعني تاع الطبقه الثانيه اللي غادي تجي فوق الحشو. وها هي الطبقه الاولى اللي درنا فيها 6 ورقات، غادي نجيبوهم كامل وكاع نورقوهم. والبلا راه عندي 30 على 35. درت فيه المايزينا اولا، درت فيه رشيت فيه شويه سمن بالبنسو، من بعد درت فيه المايزينا. وهذاك التوريق اللي ورقته كامل غادي نحطه فوق هذا البلا اللي هو 30 على 35. وكما راكم تشوفوا الفيديو هو اللي راح يشرح لكم اكثر واكثر. غادي ندير هذاك العجين تاعي ونورق، نضغط على الاطراف كاع هذوك الاطراف تاع البلا، ونضغط على مام البنات كون ديروا البلا 30 على 40 ثاني يجيكم في هذا العجين ويجيكم الحشو. غادي ديروا كيلو 200 غرام تاع كوكاو، وهنايا درنا حنايا كيلو 50 غرام من عندنا بلا 30 على 35. نلم كاع هذاك الحشو تاعي ونحطه فوق هذيك العجينه ونديره ونضغط مليح. ما نضغطش كاع البنات على كف يدي، نضغط غير من الفوق ونسوي بيدي مليح الحشو تاعنا باش الطبقه هذيك تجي مستويه ويجوا كاع كيف في مستوى واحد. ونديروا كذلك العجينه الثانيه بنفس الطريقه اللي درناها الاولى، والورقات كانوا كاع مع بعض ورقناهم وحطيناهم على الحشو تاعنا. وغادي نجو نقعدوا نسقموا هذاك الطبقه، نسقموا فيها بيدينا حتى نكملوا كاع هذيك الطبقه كامله، نسقموا الاطراف مليح ونجيبوا الوراق نفس الطريقه ونقعدوا نقطعوا فيه هذيك العجينه تاعي هنايا، ونجيب بلاستيك ونغطيه نولوا له بعد ساعه البنات هكا باش كي نقعدوا نقطعوا فيه بهذاك الخضمي ولا باي حاجه تقطعوا بها ونطبعوا فيه ما يقعدوش هذوك الوراقي يقعدوا يتكمشوا. فهمتوني؟ هنايا غادي نجيب بعد ما وليت له بعد ساعه ولا ساعتين وليت له وخليت هذيك الطبقه كامل ريحت، غادي نجيب هذا الطابع. ما عندكمش هذا الطابع ديروا بالطابع تاع المقروض ولا ديروا بمسطره كيما تبغوا. انا عندي هذا الطابع كاين في الدار راني درت به، غادي نقطع على شكل معين ولا تبغوا تقطعوها كاري ثاني كاين طابع كاري، ولا ديروا بالطابع كاري ولا ديروا بالمسطره على شكل مربع. هنايا عندي لوز راني كاع حطيته فوق كل حبه بعد ما درت الطابع وقطعت بالخضمي حتى لتحت نقطعوا بالخضمي البنات. من بعد غادي نجيب السمن اللي راني مذوبته حوالي 200 غرام ولا، وغادي نجيبه هنايا ونجيب هذاك السمن وغادي نحطه على كامل هذا السطح تاع البقلاوه حتى لين نحسها كاع هذيك البقلاوه تشربت كامل هذاك ليدام. الفور تاعي راه سخون، نحط البلاط تاع البقلاوه تاعي من يكون الفور سخون مليح غادي ندخله ونخلي هذاك التوريق يبدا. كي يبدا هذيك العجينه يقعد التوريق يبدا يبان ثم كاين غادي نقص لها النار ونخليها طيب في خاطرها. خلوها فايت ساعه البنات، انا قعدت لي فايت ساعه حوالي ساعه وربع هكاك باش طابت هذا السني تاع البقلاوه. نقص لها كامل النار وهذاك التوريق كاع طاب. غادي كي يطيب نعطوها حقها في الطياب. انا شعلت لها من الفوق ومن تحت، وانتم اللي عندكم الفور يطيب غير من تحت في الاول عاد يطيب من الفوق، تشعلوا لها من تحت وتخلوا هذوك الاطراف يطيبوا. كي يبان هذوك الاطراف يبانوا الاحمرار فيهم تعاودوا تشعلوا لها من الفوق وتخليهم يطيبوا في خاطرهم. وهنايا راني جبت بالبلاط تاعي تاع البقلاوه، من بعد راني حطيته ودرت له الحسل حوالي كيلو 150 غرام تاع حسل. والحسل دائما يكون كثر من الحشو باش يشد لنا وغادي يقعد لنا لاطول مده، والحبه غادي تقعد معسله
حافظة على التحسيل تاعها والطراوة تاعها اللي في الحشو. وها هو أنا كي عسلتها خليتها باتت ليلة كاملة، والصباح راني نقطع فيها. راكم تشوفوا طريقة تاع التقطاع. غادي نفوتوا على الحواشي أولا، وبهذيك الأداة هذيك هذه الكوبات ولا كيسموها، غادي هي اللي تساعد بزاف في البقلاوه باش نقطعوها. وغادي نكمل كاع البلا تاعي، نقطعها حبه حبه، نديرها في ليكيسات وفي لونغوزا. وهي النتيجه تاعها كي تجي دايره. الطريقه تاعها سهله ومبسطه، وعطاتنا نتيجه اكثر من رائعه. وشوفوا البنات التحسير راه باين كيما راكم تشوفوا، وغادي يقعد لنا لأطول مده. وهاد ليكيسات غادي يعاونوا لهاد اللونغوزا، تعاون باش الحسل يقعد في الحبه تاع البقلاوه وما ينشفش. تخلوها غير على برا البنات، ما تضيع ما تنشف ما يصرى لها والو لأطول مده. شوفوا التوريق كي جا داير، يجي روعه البنات. وهذيك القرمشه اللي فيها من الفوق مقرمشه بصح ماشي هذيك البقلاوه اللي كي تاكلوها في الفم تجي قاصحه وما تقدوش تفوتوها، لا. وهذاك التوريق بالمايزينا غادي كاع ما تحسوش بهذاك النشاء اللي راه بين الاوراق كما راكم تشوفوا تجي مورقه. بالعكس غادي تجي بنينه بنينه بزاف. وغادي لي كومونديها عليكم، راني متاكده بلي غادي يعاود يولي ويعاود يولي ان شاء الله. وما عليكم غير ديروا هذه الوصفه وتتبعوها وتخدموا بها الكاطو تاعكم ولا المشروع تاع الكاطو تاعكم. واي مبتدئه ما تعرفش ديرها، دير كميه قليله، تجرب كميه قليله، من بعد دير الكميات اللي تكون بالكميات كبار. بما يخص السعر، راح نسقسي على السعر. انا نبيعها 180 في الكيلو من جهتنا حنا الغرب، اغلبيه اللي بالكوكاو حنا نخدموهم بالكيلو 180 في الكيلو. وبالحبه قادرين تخدموها وتبيعوها 10,000 للحبه. خلولي في التعليق رايكم. سلام.